مساء الخير للجميع يا اخوان. اللي عم بيوصل لرفيق لطف يكثر خيره والف خيره، لانه عم بيوصلكم الصوت تبعكم لاعلى مستويات، وكل دول العالم عمال تسمع الصوت تبعكم. ثانيا، بالنسبة لساحة الكرامة، ساحة الكرامة كان لها اسم في الأول، اسم ثاني، وإسا اليوم هي ساحة الكرامة، وراح تستمر في اسم ساحة الكرامة. ثالثا يا إخوان، إحنا حراك سلمي وحراك ديني، ما حدا بيقدر يأثر عليه وما حدا بيقدر يقرب عليه، لأنه الحراك حراك ديني. لأنه إذا حدا قرب على حراك ديني ممكن يوقع حرب ديني بين الطوائف. لهيك ما حدا راح يسترجي يجرب انه يعمل اي فتنه في داخل الدين، لان الديانات الى احترامها، كل دين واحترامه. بعدين نقول الاخ رفيق لطف اللي ماسك كل يوم سيره شيخ من مشايخ الدروز، يا رفيق لطف انت شو ملبسينك بس على الدروز؟ دافعين لك قديش عشان انت بس تروي روايات كذبه عن الدروز؟ انت كل عمرك كذاب ابن كذاب. لو انت صادق ما بتحكي كلام مش مظبوط على مشايخ الدروز. لهيك يا رفيق لطف حط في بطنك بطيخه صيفي، ورايحين قلنا لك نوصل لك، وبتشوف كيف احنا رايحين نوصل لك ورايحين نبهد لك هناك. بعدين يا اخوان، الحراك بكره في 24/5 رايح يكون حراك كبير من كل البلدان المجاوره حول السويداء، وما حدا يخاف، الكل يطلع على الحراك، لانه هذا الحراك هو رايح يكون قوي ورد على كل النظام السوري الاسدي المجرم. لهيك يا اخوان، احنا كلياتنا مع بعض لاجل نوصل رسالتنا لاعلى مستويات، وكل دول العالم عمال تسمع السويداء وحراكها السلمي.